السلام عليكم متابعينا الأعزاء، كي وين ما كنتو مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أنوار ستاد. قبل ما نبداو ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الملاعب المغربية لحظة بلحظة. اليوم غادي نحكيو على تحفة هندسية ومعمارية كتخطف الأنفاس، ملعب مولاي الحسن بالرباط. الملعب اللي ولا حديث الشارع الرياضي واللي قرب يكمل في ظروف قياسية ما كتفوتش 8 شهور فقط. واش معقول؟ في 8 شهور يتحول ملعب من شكل قديم إلى جوهرة بمعايير عالمية؟ فعلا ماشي غير إصلاحات بسيطة، ولكن إعادة بناء شاملة من الصفر وباحترافية عالية جدا. الأشغال دازت بسرعة ودابا المشروع كيوصل للمراحل الأخيرة، يعني التشغيل تجريبي. الأعمال الكبرى سالت وباقي غير لمسات الدقيقة والتشطيبات التقنية اللي كتعطي اللمسة النهائية لها التحفة. أول حاجة كتشد الانتباه هي السقف الجديد اللي تغطى به كامل المدرجات. ما بقاتش المناطق المكشوفة، دابا الجمهور غادي يستافد من الحماية من الشمس والمطر ويستمتع بالمباريات في ظروف مثالية. التصميم عالمي بكل ما في الكلمة من معنى. الهيكل فولاذي متطور بلا أي أعمدة وسط المدرجات باش الرؤية تبقى واضحة من أي زاوية. السقف مبني بتقنية سبايس فريم ستراكشر اللي كتعطيه القوة والخفة في آن واحد، وكيغطي المدرجات كاملة بلمسة أنيقة وحديثة. اللون الابيض ديال الغطاء كيعكس الاضواء بطريقه فنيه كتخلي المنظر بانورامي خصوصا في الليل مع الاضاءه الجديده. الاضاءه في الملعب ولات من نوع LED فائق الجوده باش تواكب النقل التلفزيوني في HD و 4K. كذلك الصوت تم توزيعه بمكبرات حديثه ومدروسه باش يوصل بنفس القوه والوضوح لكل زاويه في الملعب. تم تركيب شاشتين عملاقتين في زوايا مختلفه، الشماليه الشرقيه والجنوبيه الغربيه. وحتى المناطق اللي كانت عندها نقاط عمياء دارت فيها شاشات صغيرة باش كل جمهور يقدر يتابع النتيجة بلا مشاكل. اللوحات الإعلانية الإلكترونية على حافة المدرجات ماشي غير الزينة، بل مصدر دخل مهم في الفعاليات والمباريات الكبرى. الملعب اعتمد تقنية جراس ماكس في الأرضية، وهي خليط بين العشب الطبيعي والألياف الاصطناعية اللي كتعطي مرونة وثبات عاليين. هذه التقنية معتمدة حتى في ملاعب عالمية. مقاعد البدلاء جديدة بمظلات ثابتة، والمقاعد ديال الجمهور تبدلات كاملة وخلاو اللونين الأحمر والأخضر باش يعبروا على الفخر الوطني. المرافق الداخلية تعرضت لتحديث شامل مستودعات الملابس، مؤتمرات صحفية ومناطق الإعلاميين، كل شيء متوافق مع المعايير الدولية. الواجهة الخارجية تبدلات بتصميم معاصر فيه أشكال معين والمثلثات المتداخلة باللون الأبيض، مستعمل المواد متقدمة بحال الألمنيوم المركب والألياف الزجاجية لضمان المتانة والخفة الوزن. المدخل الرئيسي كيتشطب بالرخام الفخير باش يعطي مدخل ملكي ونفس النوع ديال الرخام اللي استعمل في ملعب بارك دي برانس. صالة الشخصيات VIP مصممة بضوء قراقين وبنوافذ بانورامية كتطل مباشرة على أرضية الملعب. هذا التناغم بين السرعة في البناء والاهتمام بأدق التفاصيل الهندسية والجمالية كيخلي ملعب مولاي الحسن واحد من المنشآت الرياضية المستقبلية القادرة على استضافة فعاليات كبرى. السؤال اللي باغي نسمعوه منكم، من بين هذه الإنجازات شنو أكثر حاجة شفتيها مهمة لضمان استضافة ناجحة لبطولة بحجم كأس إفريقيا 2025؟ السقف العالمي؟ الشاشات العملاقة؟ ولا الفخامة الداخلية؟ كتبوا لنا رأيكم في التعاليق وخليونا نعرفوا شنو أكثر حاجة عجبتكم. نتمنوا تكونوا استمتعتوا بهذه الجولة المفصلة داخل واحد من أجمل الملاعب المغربية القادمة بقوة. كان معكم أنوار من قناة أنوار ستاد. موعدنا قريب إن شاء الله في حلقة جديدة من قلب المشاريع الرياضية المغربية. دخلوا لايك وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء باش توصل الصورة للعالم. كان معكم الحب والشغف، وكان معكم صوت الملاعب المغربية. إلى اللقاء ونستودعكم الله. السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في قناة أنوار ستاد، القناة اللي كتواكب معكم جديد الملاعب المغربية لحظة بلحظة حارة. قبل ما نبداو جولتنا اليوم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك آخر الأخبار، وخلي لايك ديالك دعم لينا باش نواصلوا نجيبوا لكم الحصريات من قلب الأحداث. اليوم راجعين بواحد الفيديو اللي فعلا يستاهل المتابعة حتى الأخرى. حديثنا على ملعب البريد في العاصمة الرباط اللي كيشهد في هذه الأيام آخر المراحل من الأشغال، وكل شيء كيبشر أن النهاية ولات قريبة بزاف. من برا الملعب تبدل كليا، الواجهات الخارجية ولات شبه مكتملة بنسبة فوق 90%، والشكل العام ديالو ولا فعلا كيخطف الأنظار.
طريقة التغليف اللي تم اعتمادها كتجمع بين الجمالية والوظيفة، حيث كتوفر عزل حراري وصوتي عالي الجودة، وفي نفس الوقت كتخلي المظهر الخارجي متناسق وأنيق مع باقي الفضاءات الرياضية اللي حداه. الهيكل المعدني اللي كيغطي المدرجات تم تثبيته بإتقان كبير، كيعطي واحد المنظر هندسي رائع خصوصا في الليل، منين كتشتعل الإنارة الخارجية الحديثة اللي كتخلي الملعب يتلألأ كجوهرة وسط العاصمة. الإضاءة من الجيل الجديد اقتصادية ولكن قوية ومتوازنة، كتخلي الأضواء موزعة بشكل مثالي، وهذا الشيء غتعطي للملعب حضور بصري مميز حتى في التصوير التلفزيوني. ومن بعد ما كتشوف الشكل من برا كتقول مع راسك واش منين تدخل غادي تلقى نفس الإبهار من الداخل؟ والجواب هو أكثر من اللي كنتي متوقع. منين تدخل أول حاجة كتشدك هي أرضية الملعب اللي ولات جاهزة 100% بالعشب الطبيعي من أعلى جودة، عشب مهجن بطريقة حديثة كتجمع بين الطبيعي والاصطناعي باش يعطي مقاومة ومرونة ممتازة أثناء اللعب. وماشي غير في الغرس، حتى في العناية اليومية كاين نظام جد متطور فيه أشعة اصطناعية كتمنح الضوء والحرارة اللازمة باش العشب يبقى زاهي اللون ومرن طوال العام. يعني الأرضية اليوم ولات بمعايير الفيفا وبكل مقاييس كتستحق تصنيف ملعب دولي من الطراز الرفيع. نجلو دابا المدرجات. الكراسي ولات راكبة بالكامل بالألوان الزاهية اللي كتزيد رونق وجمالية للمكان، والتصميم كيضمن رؤية ممتازة من أي مقعد سواء في الأعلى ولا الأسفل. وهنا كتحس فعلا أن الهندسة كانت مدروسة بدقة باش الجمهور يعيش تجربة مشاهدة مريحة وممتعة. أما الشاشات العملاقة تم تركيبها وجاهزة وتم الاختبار بها الفعل في المرحلة التجريبية الأولى، وكانت النتيجة أكثر من ممتازة. جودة الصورة عالية والألوان زاهية باش الجماهير يتبعوا كل لقطة من المباراة بوضوح كبير. وما يمكنش ننساو المكبرات الصوتية اللي هي من أحدث الأنظمة في العالم، كتوصل الصوت بالتوازن لكل زوايا الملعب بلا تشويش، وكتعطي إحساس بالحماس حتى في المدرجات العليا. ومن بعد كنمشيو للمنصة الشرفية اللي فعلا كتجسد الفخامة والرقي. الكراسي الفخمة ديال كبار الشخصيات تم تركيبها بالكامل بتصميم عصري ومريح، والفضاء كيعطي صورة راقية جدا للملاعب المغربية الحديثة. كل هاد التفاصيل كتخلينا نشوفوا أن ملعب البريد بالرباط ماشي مجرد مشروع رياضي، راه تحفة معمارية كتجسد التطور الكبير اللي وصلت ليه البنية التحتية الرياضية في المغرب. هاد المشروع ماشي غير حجر وحديد، بل رمز من رموز الرؤية المغربية الجديدة اللي كتهدف لبناء ملاعب بمعايير عالمية باش تستقبل تظاهرات كبرى وتخدم المنتخبات والأندية الوطنية. ومن خلال جولتنا اليوم بين أن الأشغال غادية بسرعة كبيرة وباحترافية عالية، الفرق التقنية خدامة بالليل ونهار، وكل مجموعة مركزة في المهمة ديالها باش المشروع يوصل للمرحلة النهائية في أقرب وقت. والمهندسين كيأكدوا أن اللي بقى غير تفاصيل صغيرة قبل الافتتاح الكبير. واليوم تقدر تقول بكل ثقة ملعب البريد ولا شيغل جاهز. الكراسي، الشاشات، الإضاءة، الصوت، الواجهة، السقف، كل شيء واجد تقريبا. ما بقى غير اللمسات الأخيرة باش تولي الصورة النهائية ديال هذا الصرح الكبير واضحة ومكتملة. وختمنا صعيب ما نحسوش بالفخر، ملعب البريد ولا فعلا عنوان للتطور في المغرب، وكيبين أن العاصمة الرباط غادية في الطريق الصحيح باش تولي قطب رياضي كبير. فاش غادي تفتح؟ شكون غادي يكون أول فريق يلعب فيه؟ واش غادي يكون من بين أجمل الملاعب في المملكة؟ كلها أسئلة كتخلي الحماس يزيد، والجواب غادي نشوفوه قريب جدا. وفي الأخير شكرا لكم بزاف على المتابعة. إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من قناة أنوار ستاد. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله مع مفاجأة جديدة من قلب الملاعب المغربية. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.